فتحت عيني الساعة 2:30 بالليل، لقيت نفسي متكفن ومتسجي على الأرض والناس حواليا بيقروا قرآن. قفزت من مكاني وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل. إزاي أنا صاحي مش ميت؟ الكل اتجمد ووشوشهم اتبدلت من الدهشة للرعب. واحد من أقاربي قال بصوت بيرتعش: انت كان نفسك واقف من 3 ساعات، ازاي قمت؟ انا كنت سامع حاجة وهم فاكريني ماشي، كنت سامع صريخهم وبشوف دموعهم، بس جسمي ما كانش بيتحرك. ولما فقت لقيت في جيبي ورقة صغيرة مكتوب فيها: دي مش أول مرة ودي مش آخر مرة. من يومها كل ما انام بصحى في مكان مختلف، مرة في الشارع، مرة في المقابر، ومرة لقيت نفسي قاعد في أوضة كلها مرايات. لو انت مكانه تعمل ايه دلوقتي؟ قول في التعليقات، وما تنساش تعمل متابعة عشان تكمل باقي القصة اللي مرعب أكتر. إن آخر مرة صحيت لقيت نفسي نايم في سريرك. أيوة، سريرك انت اللي بتسمعني دلوقتي. فلو النور قطع فجأة أو حسيت إن في نفس تقيل جنبك، ما تتخضش، يمكن أكون أنا.